السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي ما اتجوزتش، اتشغلت في شغلها، وبتقول بقت مديرة وبقت اسم مسموع يعني في مجالها، واتعرفت على واحد كان جاي لصاحبه في الشغل عندها، فبتقول حبينا بعض لمدة سنة، وبعد كده هو كان قايل ان هو مطلق وعنده بنتين وقاعد مع مامته في البيت. بتقوله بعد كده لما اتعلقت بيه وحبيته راح قال لي لا ده انا مش بحبها ولا بحب اهلها وانا هطلقها. فبتقول رحت قطعت علاقتي بيه. انت ازاي بتعمل كده؟ ده انت حتى ما بتسيبش فرد، تكذب عليا ازاي؟ قال لها لا انا ما كدبتش عليكي، بس انا خفت اقولك لا تسيبيني، وانت عارفه انا بحبك قد ايه. فبتقول غبت شويه ورجعت تاني، وهو عمال يقول لها معلش ومش معلش، انا حتى بحبش اهل مراتي، فتعالي نتجوز وبعد كده ايه اطلقها. بتقول ما رفضت وقلت له لا انا ما اخدش واحد متجوز وما اعرفش واحد متجوز. فراح بتقول جات لي فرصه ان انا اسافر، راح جالي في الشغل وقعد يعيط وانهار ولا ما تسافريش ولا ما تعمليش، فبتقول صعب عليا ومسكت فيه اكتر. وحتى لما جه يتقدم لبابا انا خبيت على بابا ان هو مراته لسه عزمته، انا قلت له ان هو مطلق. بتقول له عمل لي فرح كبير وانا ساعدته في كل حاجه عشان ظروفه الماديه على قده. فبتقول بعد كده مراته عرفت وجابت اهلها عندي وبهدلوني ومسكوا السكاكين ومسكوا السكينه عليه وطلقها ومش طلقها ومرضيش يطلقني، وعملوا قعده كبيره ومراته رضت بالامر الواقع. انا ايام وهي ايام، وكل ما يجيلي يقعد يعيط واقول له انا هسيب البيت وامشي، يقعد في البيت مرضاش يمشي وينهار ويقول لا بحبك وكده. قلت له بعد بفتره اكتشفت ان انا حامل، فقلت له طب ما كده الوضع ما ينفعش، يا كده احنا يعني نعدي على كف عفريت. المهم فبتقول كان معايا دهب ومعايا عربيه، رحت بعتها ورحت عملت شركه تامين، حتى الشركه ما مشيتش. فبتقول انا اللي بصرف، انا مش فارقه معايا الفلوس، بس اللي فارق معايا ان انا مش قادره استحمل وهو بيروح لها، وهي ردت وسكتت، وانا اللي بصرف ومفيش مشكله، حتى الشركه اللي عملها ما نفعتش. فبتقول انا ما بتكلمش في مصاريف، بس بتكلم ان انا الوضع مش عاجبني، حتى لو هتطلق هو ماسك فيا. بالنسبه انا اتطلقت مرتين وواقفه على واحده، فهو بيقول لها لا مش هطلقك وانا بحبك وانت عارفه كده. فبتقول مش فارق معايا المصاريف، لكن الوضع مش عاجبني، ومستغربه اكتر ان مراته الاولانيه ساكته وراضيه. فانا بقول ان هي راضيه عشان خاطر البنتين، لكن كمصاريف عليا ولا على ابنه انا مودياه انترناشونال وبصرف عليه وكده، لكن عيله التانيين على قدهم. فبيقول حتى بيتشرف بينا وكده، مفيش وجه مقارنه بيني وبين عياله. حتى هو بيحب ابني قوي ومتعلق بيه قوي. فبتقول مش عارفه هتعمل ايه. هو بصي الموضوع من اوله غلط، ان انت بتقولي ضحك عليكي وما قالكيش ان هو متجوز وقالك ان هو مطلق، ده في حد ذاته غلط، واللي بيخبي او بيكذب في كل حاجه. وان انت مستغربه ان هي وافقت ليه، ان هو وافقت عشان هو بيستغلك، ويعتبر انت جوازه رخيصه، او انت اللي بتصرفي على البيتين يعتبر. فبالنسبه لها فرصه ان جوزها شكله فاشل في شغله وانت اللي قايمه بالبيتين، فدي مش حاجه حلوه منه، ولا دي حاجه يعني اللي هي واو يعني. لا انت مضحوك عليكي، وانت الحب سايق بقى وهو اللي ضحك عليكي. لكن ان انت مستغربه مراته ليه، لا مراته عشان دنيتها ماشيه منك انت، وانت بتقولي ان هو فاشل في شغله والشركه ما نفعتش وبعتي دهبك وبعتي عربيتك، بس انت بتقولي انت ما شاء الله مرتاحه، شغلك بيجيب لك فلوس حلوه، وبيتشرف بيكي وبيخرج معاكي ومع ابنك، ماشي هو هايص على قفاكي. فانت عيدي حساباتك، عشان هو كده بيستغلك هو ومراته. هي مش ساكته مش عشان سواد عيونه، هي ساكته عشان بيتها ماشي منك، عشان لو انت مش موجوده هتتبهدل هي وبناتها. انت بتقولي هو مش شغال وفتح الشركه دي منظر بس كده كفر، وانت اللي بتصرفي وقايمه بالدنيا كلها. فانت مستنيه ايه؟ هو مستغلك بمعنى اصح، ان انت دايره له حياته، وفي نفس الوقت زوجه وبيت وحياه وخروج وفسح واكل وشرب والدنيا جميله، وهو مش حارم نفسه من حاجه، بناته موجودين ومراته موجوده وانت موجوده وابنه موجود وعايش ملك زمانه. فانت عيدي حساباتك، عشان هو كده بيستغلك هو ومراته.
وانتوا قولنا رايكم في الكومنتات ولايكات بقى، عشان انتوا كده ايه، انتوا مزعليني خالص في اللايكات. فلايكات بقى وكده وايه وشير وكبروا الفيديو. والسلام عليكم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر ان شاء الله، عيد الاضحى. يدعى عليكم وعلينا بخير ان شاء الله. ولايكات بقى، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.